اهلا وسهلا البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ عواشركم مبروكه يا ربي. واليوم جبت لكم غريبه ديال اللوزه معروفه عندنا في اسفي، غريبه اللوزه. هاد الغريبه مسفيويه 100%. وكيف ما كتشوفوا غادي ندوزو المقادير. اول حاجه كنحتاجو دقيق ممتاز نوعيه جيده. كنحتاجو 3 الخمارات، 3 ايديال، واحد الخمارة ألزا، 4 ديال البيضات، الكوك، زلاف مع مرش اللدة، واحد فاني، 2 كيسان ديال الزيت، و2 كيسان ديال السنيدة. وفي قصرية غادي نخدم الزبدة مع سنيدة، نقطعها هكا باش تسهل عليا. بالنسبة للكوك 3 دراهم اللي خديت ديال الكوك، وغادي نعبرها معاكم في الكاس ديال العنبة باش تعرفوا القياس. هنا درت الزبدة، درت 2 كيسان ديال السنيدة، غادي نخدمهم مزيان. الزبدة دائما تكون بالحرارة ديال المطبخ، ما تكونش في الثلاجة. من بعد ضفت شوية الملحة، ضيفوها في الاول انا غير نسيتها. وغادي نضيف 2 كيسان ديال الزيت، وغادي نخلط الخليط ديالي مزيان مزيان، ونخدم هذيك الزبده مزيان ما تبقاش مكوره. وغادي نضيف 4 ديال البيضات، واحد الفاني، ونخلط مزيان الخليط ديالي بهذا الشكل. ودابا البنات غادي نضيف الكوك، ولكن غادي نعبره معاكم في كيسان. كيف ما كتشوفوا عندي كاس ديال العنبه وكاس معامر، هذا هو القياس ديال الكوك اللي درت. كاس ديال العنبه عامر وكاس ديال العنبه ما عامرش. وغادي نخلط هكا مزيان. ومن بعد غادي نضيف الدقيق ديالي، دقيق يكون نوعيه جيده ممتاز. ونضيف الخمارات ديالي. هاد الغريبه زوينه وغريبه الزمن الجميل، غريبه معروفه عندنا في اسفي في عبده، معروفه عندنا غريبه اللوزه. صراحه كتجي زوينه وبنينه وهشيشه وكتخرج كميه كبيره. الا ما بغيتوش ديروا هاد المقادير كلهم اللي درت انا تقدروا تنقصوا، يعني ديروا كميه قليله. بالنسبه لهاد الغريبه انا كتهز ليا كيلو ديال الفورص، ولكن ديما الفورص كيبقى على حسب النوعيه. يعني ماشي انا قلت لكم كيلو ديروا كيلو، تقدر تقصاح، تقدر تجي مرخوفه. يعني ديروا عجنوا حتى تشوفوا العجينه ولات متماسكه رطبه، وديك الساعات تقدروا تكوروها. كيف ما كتشوفوا خاصها تكون في هذا القوام هذا. المهم انا هاد العجينه هذه راه هزات ليا 1 الكيلو ديال الفورص. كيف ما كتشوفوا كورتها هكا على شكل غريبه. بالنسبه للغريبه راكم عارفين، يعني ماشي بالضروره انني نكور قدامكم، عارفين كيفاش هكا عادي كتكوري غريبه على هذا القياس هذا. ودرت هنا صفر ديال البيض مع شويه ديال الزهر. اللي بغى يدير شويه ديال الخل يديرو، غير كيف قلت لكم باش كتحيد ديك الريحه ديال البيض ما تكونش مجهده.
وغادي ندهن الغريبه ديالي مزيان هكا، وغادي ندير فيها واحد اللوزه. هادشي علاش سموها غريبه اللوزه، كتكون فيها هذيك اللوزه هكا الفوق. الا ما كانتش متوفره تقدروا ديروا هكا كاوكاو الفوق، ماشي مشكل. بالنسبه لهذاك البيض اللي كينزل من الشتاء راه غادي ضروري غادي نمسحو، من بعد غادي ندير ليه كلينكس وغادي نمسحو. وكيف ما كتشوفوا درت اللوزات ديالي هكا وكنضغط عليهم باش ما يخرجوش في الطياب. وبالنسبه للطياب البنات، سخنوا الفران مزيان ودخلوها طيب من الفوق هو الاول حتى تشقق، عاد طيب من التحت باش تحمر. وهذه البنات هي النتيجه ديال الغريبه ديالي، كتجي رائعه. هانتوما كتشوفوا كتجي مفرقعه وهشيشه، صراحه كتجي فنه. كنتمنى انكم تجربوها كيف جربتوا الغريبه الاولين. شكرا بزاف بزاف على التفاعل ديالكم. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.